هل تفتكروا الشمس هتقلل ولا هتزود؟ المفروض تزود صح؟ بس هي في بعض الحالات بتقلل وبعض الحالات بتزود. يعني هو المفروض ان انت اما تيجي تتعرض للشمس هتبقى مستخدم بقى ايه؟ بالظبط، هي المفروض بتطهر بالظبط. اليو في ده اللي هو الاشعه الضاره اللي احنا قلنا عليها مش بتضرني انا بس، بتضر البكتيريا كمان، فهي ممكن تطهر البكتيريا. طب فالحد بشرته حساسه المفروض يبعد بقى عن البكتيريا. طب نعرفها ازاي دلوقتي؟ اول حاجه خد بالك ان انت كده كده محتاج تحط سان سكرين، مش تقول اصل انا عندي حبوب فانا عايز اطهر الحبوب فتلزع وشك في الشمس بقى فاهم 4 ساعات كده انت هتتحرق شخصيا. تمام، فاول حاجه انت كده كده لازم تستخدم سان سكرين. بعد التعرض للشمس بيبقى فيه عرق، بيبقى فيه افرازات، بيبقى فيه حاجات، فلازم تنظف وشك ايه بشكل كويس وتحط مرطب مناسب للبشره الدهنيه. انت كده كده في سان كير، انت كده يعني بتاخد بالك، بتحط الحاجات المناسبه للشمس حتى لو عندك بشره دهنيه او ما عندكش حتى بشره دهنيه يعني. تمام. طيب انا عايز اجرب الموضوع ده، هعمل ايه؟ ما تحاولش تتعرض للشمس بشكل كبير وتكون حاطط سان سكرين وتجرب. لو انت حاسس ان هي ممكن تفيدك، هي ممكن تفيد وممكن تضر.